اليوم كانت آخر جلسات المتعلقة باستماع السي سعيد الناصري. المحكمة أتممت الأسئلة ديالها، وأتيح المجال للنيابة العامة لطرح أسئلتها، وأتيح المجال بعد ذلك للدفاع لطرح أسئلته وملتمساته. السي سعيد الناصري كان دائما يجيب بمقتضى وثائق. طرح عليه سؤال على أنه بتاريخ 17/12/2013 رصده اللاقط الهوائي بالقرب من واحد المسكن معين. سعيد الناصري تيقول لك انا في ذلك الوقت كنت في واحد الفندق، وادلى باثباتات صادره عن المؤسسه البنكيه على انه في ذلك التاريخ كان يقوم بواحد المجموعه من الشراءات بواسطه بطاقه الائتمان ديالو. اكثر من هذا، في اطار دفاع عن نفسه تيقول حسب الانتدابات اللي كاينه في الملف كيقولوا انا كنت مع ذاك السيد. كيقولوا مزيان، دونك كيفاش انا معه غنتلقى منه عشرات المكالمات الى انا معه راه ما حتى شيء يهاتفني. اكثر من هذا تيقول لهم انا ما تعشيتش ذاك النهار فقط، جيت تعشيت في البلاصه الفلانيه هنا في الدار البيضاء، وها ما يفيد ويزكي الكلام ديالها. النيابه العامه كانت كطرح الاسئله ديالها معتمده على تصريحات مجموعه من الاسماء. هو ما جعل الدفاع من تعطته الفرصه انه يطلب من رئيس غرفه الجنايات اعمال مقتضيات المواد 422 و 424 اللي كتعطي صلاحيات واسعه لرئيس غرفه الجنايات طبقا لما تملي عليه قواعد الشرف والضمير، بأن يستدعي ولو بمقتضى أمر بالإحضار كل شخص تبدو له أن التصريحات ديالو ستكون مفيدة ومنتجة، وهو ما جعلنا نتقدم بهذا الملتمس هذا للمحكمة. للإشارة، الملف تم التأخير ديالو الجلسة ديال 12/6 قصد استنطاق المتهم الأخير المتبقي في هذا الملف هذا. آخر جلسة سعيد الناصري؟ نعم، آخر جلسة الجمعة المقبلة. آخر جلسة كانت بالنسبة لاستماع السيد الناصري هي اليوم. هذا الشيء ما لم ترتئي المحكمة أن تجري بينه وبين شي متهم آخر شي مواجهة أو شيء من هذا القبيل. عموما المحكمة انتهت من استنطاق سعيد الناصري حاليا. نهاية الجلسة كانت كلمة مؤثرة لسعيد الناصري وكان تفاعل من الحضور. ايوا هذيك شوف، هو الانسان اللي تيكون مقيم بالبراءه ديالو وملي تيحس بواحد النوع من الظلم، وهذا الظلم هذا ما ردوه في اعتقادي لواحد المجموعه ديال شهود الزور. ملي كتكون الكلمه حقيقيه صادره من القلب فانها تطرق القلب قبل ان تطرق الاذان، وربما هو اللي خلى التفاعل ديال الجمهور الحاضر في القاعه بداك الشكل. اجمالا استاذ كيفاش شفتوا يعني هذه المرافعات؟ يعني لا ما كاين دابا لا مرافعات لا والو، دابا كاين استنطاقات. يعني كيفاش السيد واثق من براءته يدافع عن نفسه باستماتة وبشراسة وبالوثائق المتاحة له. الجلسات كانت في واحد الرقي، وكانت في واحد الإجراءات قانونية، والدفاع مارس حقه في الدفاع كما مارست النيابة العامة حقها في إطار ما يخوله لها القانون. نعتبر بأن السير العادي كان حاضرا في هذه الجلسة مثل ما باقي الجلسات. نعتبر بأن الأجوبة التي تطرق إليها السي سعيد الناصري لم تكن أجوبة مبنية على الارتباك، وإنما كانت أجوبة رزينة دقيقة مبنية على وثائق أصدرتها مؤسسات لا يمكن الطعن في هذه الوثائق إلا بالزور، وهي وثائق صادرة عن جهات لا علاقة لها بالنزاع. بالتالي ما عندها حتى شي مصلحة أنها تصدر واحد الوثائق بخصوص واحد الوقائع اللي هي يعرف العادي والبادي بأنها راها موضوع أبحاث قضائية. بالتالي هذه الوثائق هي وثائق تثبت براءة السي سعيد الناصري من مجموعة من الأكاذيب والتصريحات التي تقدم بها مجموعة من المصرحين. نعتبر بأن التناقض الوارد في هذه المحاضر وفي هذه التصريحات قد فنده وأكده السي سعيد الناصري من خلال الوثيقة ومن خلال تصريحاته التي كانت منسجمة وكانت دائما تصب في نفس الموضوع ونفس السياق وفي إطار التهم المنسوبة إليه، وهي نفس الأجوبة التي سبق أن تقدم بها خلال سائر مراحل الدعوة. تعقيباتكم يعني للمصلحين في المحاضر الرسمية؟ التعقيبات حنا مازال ما وصلناش صراحة للمرحلة اللي غادي نقدروا نتقدموا بالتعقيبات، لأن مازال المرافعات ما تفتحتش. ولكن حنا بالنسبة لنا مازالين كنهيئوا باش من بعد يكونوا المستنتجات مبنية على المواجهة ديال المتهم ولا ديال السي سعيد الناصري مع باقي المصرحين. أنا أظن بأنه المحكمة ستعمل كافة الإجراءات الكفيلة بحفظ وضمان جميع الحقوق ديال هذه الأطراف، لأن الغاية ديالنا جميعا كمحكمة ولا كدفاع ولا كنيابة العامة هو الوصول إلى الحقيقة.
والإنسان يتحاكم محاكمة عادلة طبقا لأحكام الدستور وطبقا لما هو متعارف عليه في جميع الملفات المنظورة أمام المحاكم المغربية.